طيب مئات الالوف دي شيء طبيعي ان انا لازم احط علامه استفهام، وخاصه ان هم ما جوش دايركت او ما جوش على طول لينا، راحوا لاشخاص. ليك حضرتك بعد اذنك سيبيني اكمل حديثي وبعد كده اكمل حديثي وبعد كده بعد اذنك يا استاذه منى. فاهماها لينا استاذه منى لو سمحت. فلو كانوا فعلا جم دايركت لينا للجمعيات الخيريه ال 43 الموجودين، هم قلنا فعلا كانوا جم انا بتكلم على في القاهره ولا جمعيه، ما فيش حد جاي رسميه وقلنا عندنا دي. يعني حضرتك أنا مش عارف رحنا أتكلم. لجنه المتابعه النوبيه في كده القاهره. هعرف اتكلم، كده مش هعرف اتكلم. لا ثواني لا انا عايز يا جماعه هو انا عايز اصل لحقيقه لو نصل الى لو سمحت. يعني حضرتك استاذ مسعد تساءلت من اين مئات الالوف اللي صرفت على المؤتمر، جات لك اجابه ولا ما جاتلكش؟ لا للاسف ما جاتليش. هو انا بقول حاجه، لو كان المبلغ اللي هو اتصرف المبلغ ده، طب ايه لازمته تجيبوا اهلنا وناسنا من هناك وتدوهم مصروف جيب او مصروف مواصلات عشان ينزلوا في فندق 5 ستار، وتجيبوهم من القريه عشان يقعدوا في فندق 5 ستار؟ طب الله، طب ما انتوا كنتوا ممكن تاخدوا الانفستمنت او المبلغ اللي انتوا عملتوه ده وتعملوه في القريه وتحلوا الموضوع لو انتوا فعلا عايزين تنظموا من غير ما يبقى فيه المصاريف دي، والمبلغ ده كنا ممكن فعلا نستفيد بيه لاهلنا الطيبين اللي هم محتاجين فعلا المبلغ ده. وكان ممكن يتعمل اكتر من كده كمان. يعني لو فكرنا. يعني حضرتك بتختتم حديثك بتساؤل وبتشكك. بالظبط. اتفضلي يا استاذه منى. لان في كتير من المغالطات اللي قالها استاذ مسعد الحقيقه. اولا احنا توجهنا للجهات الشرعيه زي ما هو بيقول، توجهنا للجنه المتابعه التي تضم المنبثقه عن كل النوادي والجمعيات والهيئات النوبيه في اسكندريه. لو سمحت انا اديت يعني سيبني اكمل كلامي. لا عضو فيها. وتوجهنا للجنه المتابعه، ما احنا مش خبراء، توجهنا مين يا جماعه؟ رئيس لجنه المتابعه استاذ احمد اسحاق، ده في القاهره. توجهنا للاستاذ احمد اسحاق، من فضلك اعرض على الناس بتوع لجنه المتابعه وقول لنا رايك. يعني رحنا للقنوات الشرعيه ورحنا القرى في الجنوب وقابلنا الاستاذ خبيري، والناس قالت استاذ خبيري كبرنا وهو اللي يحدد كل حاجه. وجينا قابلناك، وانا اسفه ان اقول استاذ مسعد هركي حب يستغل المركز ويستغل المؤتمر لبروازه نفسه. طيب وانت انا الحقيقه لا انا اتخيل انه بيحاول يفرض ويسيطر على المؤتمر، يعني ان هو اللي يدعو الاشخاص، ونتحول ان المؤتمر الحكومي مش مؤتمر ده منحى بعيد عن حلقه النقاش وعن برنامجنا. اسمح لي استاذ مسعد، حضرتك احنا رفضنا وسيطر على المؤتمر، عشان رفضنا وسيطر على المؤتمر. فحضرتك انت عارف كويس قوي ان ده الحقيقه. ده منحى انا لا يعني لا اقبل ان برنامجنا يدخل فيه. انت انك تكذب اصلا، لا 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 كده في غلط. لا كده في انت قلت انا اللي غلط. يقولوا القنوات الشرعيه هي القنوات الشرعيه الحكومه بس اللي انت بتتعامل معاها. انت محافظ على مركزك، انت رئيس مجلس اداره اكبر مجموعه. استاذه منال المساله مش مساله شخصيه بين حضرتك وبين استاذ لو سمحت انا مش عايزك بالراحه كده تهدي نفسك. الحقيقه التعليق الوحيد اللي هيتاح في هذه رجل اعمال كبير، ما موتش ليه مؤتمر. انت تقدر تمول مؤتمر. استاذه منال وكأن الموضوع شخصي، هو ليس شخصي. التعليق الوحيد المتاح دلوقتي هو ثواني معدودة لأستاذ خبير جمال. أنا كل اللي أحرص عليه في هذه النقطة، الناس دول قلنا هناك واستضفناهم وعرفنا الطريق يعني الشرعية. هو سأل أستاذ مسعد ليه ما كانش في النوبة مثلا. كلام جميل. يعني أسلوب عمل المركز، هم مش أول مرة بيتعاملوا مع يعني بيتعاملوا مع المجتمعات المهمشة في المجتمع المصري، وعندهم تجارب من 10 سنوات. فاحنا جزء من هذا المجتمع، فقالوا احنا النشاط بتاعهم أصلا مقام هنا في القاهرة. لا انا اسفه، معلش انا يا استاذ خبير، احنا طرح يا منى ارجوكي لو سمحتي، احنا طرحنا على المجموعات النوبيه في المساله. يعني احنا طرحنا على مجموعات الجنوب اللي يعملها الاسوار. انا عايزه اتكلم من فضلك. انا عايزه ما هو هاجمنا، وهو دلوقتي مش بيهاجم. هو ما اتكلمش عن حضرتك شخصا. لا اتكلم على صفحات الجرائد، اتكلم شخصا. لا ما هم هنا مش هنصفي حسابات صفحات الجرائد الحقيقه. لا اسمح لي يا استاذ مسعد، في اجزاء واضحه جدا. خلينا اقول انه كمتعامل من بعيد مع القضيه النوبيه، خليني اقول بعض الخلاصات اللي خرجنا بيها، انه في اجماع ليس فقط من اهالي النوبه ولكن كل المتابعين لهذه القضيه ان الالاف او مئات الالاف او قد تتعدى لاكثر من مليون او 2 مليون لهم حقوق في ذمه الدوله،
حقوق متراكمة منذ سنوات طويلة، عشرات السنوات. 2 أنهم لم يحصلوا هذه الحقوق بالرغم من مطالبات كثيرة سابقة. 3 أنه أهم حق أو في إجماع عليه دلوقتي مع حتى الاختلاف أنه أولوية العودة إلى الأماكن الأصلية فيها نوع من استرداد الحق، وفيها نوع من الحفاظ على هوية وتكوين لا يمكن أحد أحقيتهم في الحفاظ على الخصوصية كأي فئة في أي مجتمع في أي دولة في العالم. صح الكلام ده؟ طبعا. فهمت كمان أنه في انفراجة ولو نسبية خلال السنتين اللي فاتوا في يعني في طموحات واعتقاد أهالي النوبة أنه في أمل في تحقق بعض الأحلام. أكيد. تمام كده؟ التصريحات هي اللي جمعتنا. النقطة الأخيرة أن هناك فرق بين التطبيق والتصريحات. تمام كده؟ أنا أشكر حضراتكم جميعا، أستاذ خبير جمال، أستاذ حجاج قدول، أستاذ مسعد هركي، أستاذة منال الطيبي. أتمنى أن تكون الجلسة دي نافذة للمشاهد كي يقترب أكثر من مسألة النوبة والمطالبات وما سمعنا عنه قبلا، ما هو مغلوط وما هو صحيح. أشكر حضراتكم. السلام عليكم. شكرا جدا.